هوش جالدن. طبعا يا جماعه هوش جالدن يعني ايه؟ ازيكم بالتركي، لان وصفتنا النهارده جايه من تركيا عليكم. الوصفه دي يا جماعه لو واحده عندها مناسبه، لو واحده ناس جاي لها في البيت، خطيبها جاي، جوزها جاي من سفر، عايزه تعمل تغيير كده في بشرتها وتخلي بشرتها بيضه كده منوره. الوصفه دي عايزه اقول لكم بتخلي الوش زي البدر اللهم بارك، والبشره بيضه جدا ومنوره وفيها نضاره ولمعه مش قادره اوصف لكم على جمالها. احنا بنشوف الاتراك ما شاء الله عاملين ازاي، فاحنا بنحاول نقتبس منهم اي حاجه بقى، وصفات اكل، وصفات بشره، وصفات شعر، ان شاء الله برضو هعملها لكم. يعني بنحاول احنا نخليها مصرويه. فيلا بينا ندخل على الوصفه هي يا جماعه بنعملها قدامكم: معلقه دقيق، معلقه نشا، معلقه لبن بودر، معلقه زبادي، وعصره ليمون، ومعلقه عسل. وكمان المكون اللي بيخلي فعلا البشره في حته تانية خالص فيتامين اي او فيتامين ه، ده بيتباع في الصيدليه، بتجيبي شريط منه مش غالي خالص، بحوالي 20-25 جنيه الشريط، وما شاء الله الشريط بيفضل معاكي كتير. احنا بناخد كبسوله واحده بس زي ما انتم شايفين في الفيديو، وبنقصها وبنصفي اللي فيها على الماسك ده. بيفيد البشره يا جماعه مش قادره اوصف لكم ازاي، بيخلي فيه نضاره والبشره كده بتتنفس حرفيا. الكولاجين اللي في البشره بيبقى في اعلى حالاته. يلا بينا نطبق الوصفه على البشره. ده بيبقى قوامه يا جماعه زي ما انتم شفتوا في الفيديو، بيبقى قوامه تقيل بالمنظر ده. طبعا البشره ما فيهاش نقطه ميك اب، انا طالعه لكم والله العظيم غاسله وشي وبشرتي مش عليها حتى كريم مرطب، مش عليها حاجه نهائي، ومغسوله كويس، وده اهم حاجه علشان المسام تفتح ونستفيد بالوصفه. نوزعها على الوش وارجع اقول لكم هنعمل ايه. طبعا انا وزعت بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، بهدلت الدنيا طبعا لان انا مش قدامي مرايه مثلا، يعني انا قدامي مرايه صغيره جدا فشايفها بالعافيه فيها، فانت هتتعرفي تتحكمي اكتر، هتوزعي على كل البشره بالمنظر ده. هسيبه من 20 دقيقه ل 30 دقيقه. انا عايزه اوصل ان الماسك ده يشد وينشف على وشي. اول ما احس انه شد على وشي ونشف خلاص، هبتدي ان انا اشطفه بميه فاتحه. عايزه اقول لكم يا جماعه الماسك وانتي بتحطيه اكن في تكييف كده فتح في وشك، والله يعني ساقعه كده وانتعاش كده ما شاء الله خطير. استنى لما الماسك ينشف وارجع لكم تاني. بصوا يا جماعه ده بعد مرور نص ساعه، انتي بتسيبيه لحد ما ينشف كده على وشك، وبعدين بصوا هو المفروض يعني اعمله قدام مرايه او حاجه، بس انا ايه هفركه بس كده قدامكم، بس تعملي بحركات دائريه كده بالمنظر ده كده اهو. انا بس قلت ايه عشان بهدلت الدنيا قوي يعني، فايه هغسله بقى بعد ما بتفركيه جامد قوي كده. كل وشك بتغسليه بميه فاتره عادي جدا، وهغسله وارجع لكم تاني. وده يا جماعه بعد ما غسلت وشي، مش متخيلين النضاره اللي انا حاسه بيها والتفتيح ما شاء الله. يعني عندي بصي البيت كله حط الماسك ده، هما بيستنوا هنا ان انا اعمل ماسك اساسا عشان كله يحط. لقى اقبال جماهيري فظيع الماسك ده يا جماعه. فوائده بيشيل التصبغات، بيشيل الاحمرار اللي في الجلد، بيقضي على اثار الحبوب، بيفتح البشره في لحظتها. يعني ده اسمه مثلا نسميه ماسك المناسبات مثلا، بيفتح البشره مفيش ربع ساعه ونص ساعه بتحطيها على بشرتك بتفتح في ساعتها. ممكن استبدال الليمون بميه الورد للناس اللي بشرتها حساسه، الليمون ممكن يعمل لها تحسس، بنستخدم ميه الورد. ينفع للاماكن الحساسه. بصوا هو ينفع وما ينفعش، يعني الناس اللي جلدها ممكن بيلتهب من اقل حاجه بلاش، يعني بلاش. لكن الناس اللي جلدها ممكن عادي يستحمل، ممكن بعد الازاله بكام يوم، ما يتحطش دايركت بعد الازاله، بعد ازاله الشعر طبعا، لان يعني بعد ازاله الشعر بيبقى البصيله مفتوحه، فانت لما بتدخلي اي حاجه ممكن تدخل جوه الجلد تسبب مشاكل. فما حتى يا جماعه الديودرنت او الحاجات دي ما ينفعش ان انا احطها في البصيلات مسام الجلد وهي مفتوحه، يعني ارش بره من على الهدوم من بره والبس الهدوم، ما ينفعش على الجلد دايركت كده، ده غلط. ده كله حاجات غلط، استخدامات خاطئه ممكن توقعنا في مشاكل ربنا يعافينا قدام يعني. طيب انا غسلت وشي ونشفته بالمناديل زي ما اتفقنا، مش بننشف بالفوطه والكلام ده. جيبي اي كريم مرطب، انا بصوا ده وكلاي يعني، انا جبت بانسينول، انت هاتي اي كريم مرطب عندك
مش عندك كريم مرطب، مش بتستخدمي ميه ورد وقطنه كده ومشيه على وشك زي الفل. مش عندك لا ده ولا ده، تلجايه مشيه على وشك وزي الفل. الحاجات دي يا جماعه بس انا عايزه اقفل المسام بعد الماسك اللي انا حطيته مش اكتر. كل اللي انا هعمله هاخد حته وهنا هنا 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 وخلاص على كده واوزعها وخلاص. بس مش متخيلين الماسك ده لو عملتيه مره واحده في الاسبوع، ولو بتنزلي مثلا لو انت موظفه مثلا وبتنزلي كل يوم في الشمس وعملتيه مرتين في الاسبوع، انسي حاجه اسمها اسمرار بشره، تصبغات، هالات سوداء، اللي هي العلامه يا جماعه الفرق بتاعه الطرحه دي اللي بتبقى من الشمس. انسي كل ده، مفيش اي حاجه من دي بتحصل خالص. وطبعا ده يا جماعه لبناتنا في الدراسه لما ان شاء الله الدراسه تبتدي، لو انت مثلا رايحه الجامعه، او البنات اللي في ثانوي او في اعدادي يا حبايبي بيبقوا طول اليوم في الشمس، وطبعا الطرحه دايما بتعلم دايما يعني، فالموضوع ده بيبقى بيضايقهم قوي. لو استخدمت الماسك ده مرتين في الاسبوع زي ما بقول لكم نتائجه سحريه. وده يا جماعه كان سر واحد بس من اسرار البياض التركي الاوفر، يعني ده ماسك واحد من الاف الماسكات اللي هم بيعملوها. هم عندهم شغف وهوس جامد جدا بالماسكات للشعر والبشره والجسم عموما، زائد الطبخ طبعا دي حاجه تانية يعني. فاحنا بناخد منهم حاجات كده يعني بسيطه. ان شاء الله ان شاء الله الوصفات الجايه تعجبكم اكتر واكتر. استنونا في وصفات تانية كتير، تركيه وعربيه واجنبيه وكل العالم. جولي جولي.